الفلوس دي فين؟ قال لك في الاسهم. طيب الاسهم يعني ما هو سوق العالمي وقع، فطبعا الاسهم مش هتنشر حاجه. طب فين تاني الفلوس بتاعت المصريين دول؟ قال لك هربانه بره، اتهربت بره. طب فين تاني؟ في السلع الاستهلاكيه غبيه، عربيات فارهه وهكذا. لكن لو الفلوس دي موجوده بالتساوي فوق وتحت، لما يحصل ازمه اقتصاديه زي ما حصل مثلا في الدول الغربيه اللي كان عندها عداله اجتماعيه، الطبقه الوسطى والطبقه اللي اقل معاها فلوس، فتقدر تشغل الاقتصاد من اول وجديد، تقدر تقوم مره ثانيه قطاعات كامله، لان الراجل ده معاه فلوس ان هو ينزل يشتري لبس، يقدر ان هو بدل ما كان بيخرج مرتين في الاسبوع هيخرج مره كل اسبوعين، يقدر يروح سينما، يقدر يسافر سفريه صغيره، يقدر يعمل اي شيء. لكن احنا المشكله عندنا مفيش اسقاط الفلوس، الفلوس دي محطوطه فوق تمام، وهو اول ما تحصل ازمه اقتصاديه الاقتصاد بيروح مفلس على طول. فهو الحزب مبني على هذه الفكره، اسقاط الفلوس من فوق لتحت بدون اضرار الملاك وبدون اضرار السوق الحر. طب باشمهندس هشام، في النقطة دي عايزين بس توضيح، لأنه حضرتك بتتكلم في كلام عام شوية اللي هو إسقاط الثروة من فوق لتحت. في آليات معينة هل متبنيها الحزب لهذه الفكرة؟ لأنه الفكرة في جوهرها بره فكرة كويسة جدا والناس. ما هو إسقاط حضرتك في صورة خدمات كل شعوب العالم المحترمة عندها. يعني هو إسقاط الفلوس عبارة عن إيه؟ عبارة عن مرتب محترم يكفل ليه حياة كريمة، عبارة عن خدمات صحية، عبارة عن تأمينات اجتماعية، الراجل لما يطلع المعاش يلاقي حاجة يقدر يعيش بيها عيشة لائقة، مدرسة محترمة يدخل فيها أولاده، وهكذا. هي صورة خدمات، هو مش إسقاط. لا أنا ما بتكلمش على خدمات. هو طبعا مسألة الضرائب التصاعدية، ولكن لن تكون ضرائب مجحفة، وسيتم إعفاء من يعيد استثمار أمواله، والتأكيد على النهوض بالعشوائيات، النهوض بالريف، تنمية الموارد الريفية، إطلاق السياحة وإطلاق المبادرات السياحية، وأيضا وقف الاحتكار. يعني في آليات في السوق تسمح للاقتصاد بتاع السوق إنه يزداد لكن يوقف الاحتكار. في آليات في السوق تتحط تمنع المضاربة الزائفة، وده اللي حصل في أمريكا، اللي هو بقى بيبيع رهن وبعدين يبيع رهن الرهن وبعدين يبيع رهن الرهن، ففي تضخم بيحصل في تلاعب مالي. إذا آليات السوق اللي هي تدفع رأس المال تجاه الاستثمار، تجاه الإبداع، وتجاه عدم الاحتكار والقضاء على المبادرات الصغيرة. البلاد اللي في حالة مصر يجب أن تركز على التكنولوجيا، يجب أن تركز على الابتكار في المجالات المختلفة، ويجب أن تركز على العمالة الكثيفة، ويجب أن تركز على الصناعات المبنية على على الإنتاج الزراعي، يعني تدوير الإنتاج الزراعي. فإحنا عندنا آليات لعمل كل ده. فإذا أنت بتعيد توجيه الاستثمار من الاستثمارات الفارغة اللي أشار إليها المهندس هشام إلى الاستثمارات المنتجة، من الاستثمارات الزائفة إلى الاستثمارات التي تحرك طاقة المجتمع. أنت لما تعمل مشروع لتصنيع زراعي وتنهض به قرية، والقرى مليانة بالابتكارات دي، أو مشروع للتصنيع اللي بيستخدم القوى البيئية، ومصر مليانة بالناس اللي قادرة تعمل الحاجات دي. لما تعمل مشروع زي كده معناه إيه؟ معناه إنه الموظف عنده حد أدنى للأكل، معناه إن السوق يرتعش، معناه إن الراجل ده هيشتري حاجات، وده اللي كان بيقولوا هشام، إن الراجل قادر يشتري حاجات، قادر يكون عنده صحة جيدة، وبالتالي الاقتصاد كله يقوم. ودي هي كانت المشاريع، مش بس التركيز على المشاريع الكبرى ولا الاستثمارات الكبرى، لكن المشاريع الكبرى وايضا المشاريع الصغرى والمتوسطه. اتمنى ان تكون وضحت. في نقطه مثاره كتير في الاسئله، اللي هي رؤيه الحزب لتوزيع الثروات، ورؤيه الحزب لمشروع ضرائب متكامل. رؤية الحزب لمشروع ضرائب متكامل، ورؤية الحزب لتوزيع الثروات. طيب احنا زي ما بنقول لن نحد من اقتصاد السوق، ولكن سنحد من الاحتكار. لن نقيم ضرائب تصاعدية مجحفة، ولكن سنقيم ضرائب تصاعدية أفضل حالا من الوضع الحالي. توزيع الثروات سيكون من خلال توفير حد أدنى للأجور، والسماح للعمال يعني مثلا
احد الشركات الاجنبيه الكبرى، انا كنت قاعد مع واحد من الاصدقاء اللي هو بيشتغل في منصب في الشركه دي، فبيقول لي عدد كبير جدا من العمال بياخدوا 300 جنيه في الشهر، ودول عماله مؤقته والشركه مش راضيه تعينهم، والمديرين بياخدوا، والشركه بتربح ارباح خياليه وتوردها للخارج، والمديرين بياخدوا مزايا غير عاديه. فبعد الثوره الناس اضربت، فالشركه بسرعه راحت متفاوضه معاهم، ثبتت عدد كبير منهم، حطت خطه لتثبيت عدد اخر، عملت رفع للاجور 700 800. انا شايف طبعا انه لازم احد قاده الحزب الاستاذ ناجي رشاد وهو عامل، اللي هو خد الحكم، اللي هو عمل الحكم بتاع المحكمه بتاع حد ادنى للاجور، فهو احد القاده بتوعنا. وعندنا قيادات اخرى. الحد الادنى للاجور لازم يبقى من 1200 ل 1500. الحزب هيتحرك في الاتجاه ده ان هو يتحرك لده، لكن من خلال زي ما بنقول تمكين الافراد والمجتمع الصغير، ومن خلال عدم خنق القدرات الابداعيه والاستثماريه، لكن ما نسمحش الواحد حريته تزيد لدرجه انه يقضي على حريات الاخرين ان هم يبتدوا مشاريع صغيره وان هم كمان ينجحوا بنفس الطريقه. يعني منع الاحتكار، ضرائب تصاعديه مع تشجيع الاستثمار، تشجيع المفاوضه لتحقيق حد ادنى للاجور بين العمال والشركه. الشركه الكبيره دي اللي انا قلت لكم عليها لا زالت بتورد ارباح كبيره بره، لا زال المديرين بياخدوا امتيازات، لكن الارباح قلت شويه، المديرين قلوا شويه، والعمال اتحسنت حالتهم، وينتظر الانتاج يزيد ويرجعوا تاني يتقدموا. واحنا بنعتذر لانه الوقت، فاحنا هنضطر ندمج الاسئله الاقتصاديه اللي جت، وهنستاذن حضرتك دكتور والباشمهندس هشام ان هم يردوا لنا عليها عشان وقتا. الاسئله بتتلخص في انه تجربه حزب العداله والتنميه في تركيا، هل ممكن الحزب يتبناها او في حزب معين ممكن يتبناها الرؤيه الاقتصاديه في الحزب العداله والتنميه، مكافحه الفساد والانتقال لاقتصاد السوق. وعندنا بعض الاسئله عن ان رؤيه الحزب للفساد في البحر الاحمر وان هو يقدر يواجهه، وفي اهتمام الحزب بالنسبه للمشاريع الزراعيه والصناعيه الصغيره وكيفيه تنميتها. وفي سؤال عن المشاريع اللي ممكن يقدمها الشباب اللي عنده بعض المشاريع اللي قد تكون مثمرة، يقدر يقدمها ازاي للحزب او يقدر يتناقش فيها ازاي في النواحي الاقتصادية. في استاذنك في بالنسبة من ضمن الاسئله الاقتصاديه عشان ننهي في موضوع الحزب، اللي هو احنا عايزين، الناس بتتساءل او في بعض الاسئله بتيجي، حجم الحزب قد ايه؟ عدد الاعضاء الموجودين، الحزب تحت التاسيس، الناس اللي موجوده، الاسماء الكبيره اللي موجوده، بس العدد اللي تحت التواجد في المحافظات، هل الاعداد قد ايه؟ اسئله كتير انا هحاول اخلصها بسرعه. الحزب تركيا حاله فريده جدا، ان تركيا دوله هي الوحيده في الدول الاسلاميه التي لا يذكر فيها الدين اطلاقا، دستورها علماني متطرف. وحزب العداله والتنميه رغم ان هو بيشير الى مرجعيه دينيه، الا انه من ضمن مبادئه الاساسيه اننا حزب علماني نحترم العلمانيه، استخدم الكلمه دي علمانيه. فلا نستطيع طبعا ان ننقل تجربه علمانيه شديده العلمانيه في تركيا بكل اطيافها، لان تركيا كانت علمانيه مستبده ايام اتاتورك، اللي هو محرر واللي هو بطل واللي هو زي بورقيبه وعبد الناصر، لكن خد الدنيا في اتجاه العلمانيه. ولا زال ليه يعني شعبيه ضخمه جدا، ولا زال الجيش بيحمي العلمانيه بالشكل ده. ولكن حزب العداله والتنميه هو نموذج متقدم جدا لنوع من التدين الراقي. مثلا حزب العداله والتنميه وحتى التدين اظن لن يصلح في المجتمع المصري. مثلا حزب العداله والتنميه عنده تجربه في الدعاره. مثلا الدعاره كانت شرعيه في تركيا، لما جه حزب العداله والتنميه قالوا هيلغي الدعاره، لم يلغي الدعاره، لا زالت الدعاره شرعيه في تركيا. ولكن عمل حاجه جميله جدا، ادى فرصه للبنات دول ان اللي عايزه تخرج برضاها يعمل لها اعاده تاهيل ويعمل لها وظيفه.
وقال لي الحكايه دي احد الاصدقاء من التيار السياسي الاسلامي، هنعمل لها وظيفه علشان تقدر تخرج. وكانت النتيجه ان اعداد كبيره ويقال 70-80% منهم خرجوا من الدعاره بدون تحريم الدعاره. هذا حزب في وضع مصر مش فيه خالص، يعني وضع فكري، وضع سياسي وخلفيه سياسيه، يعني مش ممكن حد يقول كلام زي كده في مصر. حزب متقدم جدا عننا. الحزب اوعدك انه لن يستطيع ان يواجه الفساد في البحر الاحمر. اللي هيواجه الفساد في البحر الاحمر هو حضراتكم. الحزب جاي عشان يقول لكم احنا عايزينكم انتوا تواجهوا الفساد في البحر الاحمر، وعايزينكم تخشوا في الحزب علشان انتوا من خلال الحزب تواجهوا الفساد في البحر الاحمر. سكان البحر الاحمر هم اللي هيقدروا ينظموا نفسهم، هم اللي هيقدروا يكتبوا الكلام، هم اللي هيقدروا يقولوا الكلام. احنا لما اتكلمنا في ميدان التحرير النظام وقف، ولما هنتكلم في البحر الاحمر كل فساد هيقع. احنا لما وقفنا خدنا حقنا، ولما هنقف معاكم وانتوا هتعلمونا ازاي تقضوا على الفساد في البحر الاحمر. الشباب الحزب بطبيعته هيأيد كل المبادرات بتاعه المشاريع الصغيره، المشاريع المبتكره، القروض الصغرى، المشاريع الاخرى، البنوك اللي بتدي قروض الشباب، الجمعيات الاهليه، المجتمع المدني. هذا الحزب فيه اكبر قدر من قاده المجتمع المدني في مصر اللي عملوا مشاريع تنمويه ومشاريع للشباب خبيره. العدد الحالي انا ما اقدرش اقول لك انا الكمبيوتر وصل كل الاستثمارات اكبر من قدرتنا على استيعابها. انا تقديري ان احنا تجاوزنا ال 20-25